صممت ان انا اجيبها. انا عندي مكنه ازاله الشعر اللي هي براون، وعندي برضك المكنه اللي هي بتاعه الشمع. فاللي مجرب الشمع والبراون هتعرفوا ان احنا بنقاسي معاهم ازاي. فناس كتيره شكرت لي في شفرات فينوس، فحبيت بصراحه ان انا اجيبها واعمل لكم فيديو بيها. زي ما انتوا شايفين كده هي بتبقى عباره عن الشكل ده، وفي منها اللون الموف ده بيبقى 3 شفرات اللي هي اللي انتوا شايفينها دي، والبامبا بتبقى 4 والصفرة بتبقى 5. تمام. بتيجي عبارة معاها شفرتين، وزي ما انتوا شايفين دي بجوز الهند وفيتامين اي. هوريها لكم دلوقتي بعد ما نفتحها ان شاء الله. بصوا ده كده الكلام اللي هو مكتوب عليها ان هي بتعمل رغوة وانتي بتستعمليها، وبتقشر الجلد كمان الميت، وبتخلي الجلد فيه نسبة من النعومة. وهو ده اللي انا بقول لكم عليه ان هي فيها فيتامين اي. تمام. هقرب لكم بس الكاميرا شوية عشان نقرا برضو الكلام. دي طبعا مكتوب ان هي طبعا ضد الصدى، ما بتصديش. وعايزه اقول لكم من تجربه واحده صاحبتي ليها، يعني الشفره الواحده ممكن تقعد معاكي اكتر من 3 شهور وانتي بتستعمليها. تمام. ده كده شكلها، واهو ده اللي هي مكتوب عليها ان هي فيتامين اي. طبعا عارفين ان فيتامين اي حلو جدا للبشرة. وده شكلها بعد ما فتحناها. عايزة اقول لكم الايد بتاعتها من المعدن مش بلاستيك، وخامتها بصراحة حلوة جدا. يعني عايزة اقول لكم ان هي احلى كمان من اللي كانت صاحبتي جايباها. يعني صاحبتي كانت جايباها عبارة عن الايد دي بلاستيك، وده الزرار اللي هو بتبدأي تنطري منه الشفرة بعد ما بتركبيها. بصوا خامتها عاملة ازاي، حلوة جدا بصراحة وتستاهل يعني. وطبعا دي الشفرات هنبدأ بقى نفتحها مع بعض عشان نشوفها من جوه. دي طبعا زي ما قلت لكم بتيجي معاها شفرتين. نبدأ بس نطلعها كده. ده كده شكلها من بره، تبقى جاية مغلفة. طبعا بعد ما بنستعملها بنبدأ نحطها في العلبة بتاعتها تاني. دي كده شكلها بعد ما طلعتها. وبتبدأي طبعا زي ما قلت لكم بنمشي عليها على الجلد سواء الايد او الرجل او المناطق طبعا الحساسة. انا حبيت اجيبها اللي هي 5 شفرات بحيث ان هي برضك تبقى حلوة يعني. وادي ناحية عايزة اقول لكم ان الجلد اللي فوق ده انا بحط ايد عليه في مادة بتطلع منه تقريبا اللي هي فيتامين اي. وطبعا بعد ما بنخلص بنبدأ ندوس على الزرار ده بتطلع معانا، وبعد كده بقى بنبدأ نشيلها في العلبة تاني. وانا هخليها بعلبتها كده يعني مش هرمي علبتها عشان برضك تبدأ تحفظها لي. تمام. عايزة اقول لكم بقى هي دي كانت عاملة 175. كل ما بتقللي في الشفرات كل ما تقللي في سعرها. اللي هي كانت الموف 3 شفرات كانت عاملة 135، لكن البامبا بصراحة ما كانتش موجودة فمعرفش سعرها كام. هي اكيد هتبقى في الوسط. عايزة اقول لكم يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون على جابكم واستفدتوا بيه. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.